احنا دفعنا الثمن من اجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. نحترم المواعيد، وإذا كان بقدر الاستطاع نربح شوية في الوقت طوميو. الجزائر قضت على المغرب وجابتها كاهو. الجزائر كتصدم العالم بإطلاق قطار سككي من غرج بلاد بتندوف متجها إلى وهران، وغتولي تستغل منجم غرج بلاد، وغيتم التنقل ديال الأطنان من الحديد من غرج بلاد إلى وهران متجها إلى التصدير لأوروبا. ولكن واش كل ما غنات من ميكلتهم صحيح؟ وهنا نشوفوا شنو واقع وشنو القالب اللي دارت الجزائر للمغرب، وكيفاش المغرب كلا هاد الدقه الصادمه وبردها وسكت. واش بصح غرج بلاد منو ولا ما منوش؟ وكيفاش القالب ديال الاتفاقيه بين المغرب والجزائر في عهد بومديان على غرج بلاد؟ احنا دفعنا الثمن من اجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. وعلاش الجزائر تجاهلت هذه الاتفاقيه وقالت للمغرب جري جهدك؟ وشنو علاقه هذا الشيء مع مجلس السلام اللي دار الرئيس الامريكي مع المغرب؟ وكيفاش المغرب غادي ينتم الجزائر على هذه الدقه؟ فتسناو كمل الفيديو حتى الاخر، غتسمع الاخر وغادي يولي يبان لك ان هذا الشيء كامل مدروس، وغادي نبين لك باللي الجزائر خسرات اكثر من 300 مليون دولار ضد في المغرب. فمن قبل 6 سنوات دابا وحنا كل مره كنسمعوا الجزائر كتكلم على خط سككي تندوف وهران، ولكن ما كانوش كيذكروا حس غرج بلاد، وكانوا يضربوا الطم، وكل شيء كان كيقول باللي الخط السككي الغرض ديالو هو نقل المسافرين. ولكن من بعد ما كملوا المشروع حتى كل شيء كيتصدم باللي الجزائر واخيرا غتولي تستغل منجم غرج بلاد، وان الخط ماشي غرض ديالو هو نقل المسافرين، بل الغرض هو نقل الحديد المستخرج من غرج بلاد. أن الشعب الجزائري لما يتجند قادر على كل شيء. والبارح 1 فبراير الرئيس عبد المجيد تبون غادي يعطي انطلاقه ديال الخط السككي، واستقبل اول قطار محمل بالحديد المستخرج من غرج بلاد. وهنا تبين باللي بصح الجزائر زعمه كبيره وتجاهلت الاتفاقيه اللي وقعها المرحومين هو بومدين والملك الحسن الثاني انذاك سنة 1972، اللي كتنص على استغلال مشترك لهذا المنجم، أي أنه خاص دار شركة مشتركة بين المغرب والجزائر وتستخرج داك الحديد. لكن الجزائر عندها رأي آخر وقالت المغرب جاري جهدك، وبهذا المعنى هذا. ودابا أجي نقول لك السر الكبير ديال هذا الغرج بلاد. فأصلا هذا المنجم ما منه والو، والتكلفة ديالو اللي كتقام على الجزائر باش تستخرج هذا الحديد كبيرة بزاف. وكيقولوا المحللين الاقتصاديين أن الجزائر بهذا النهج ما غادي تسترجع هذا المبلغ اللي تخسرات على المنجم حتى تدوز 20 عام. لكن التكلفة باش تخرج هذا المنجم كبير بزاف ومكلف، زائد أن التنقل ديالو مكلف كذلك. إلا بغات الجزائر تولي تستخرج الحديد الخام من هذا المنجم وتصدر الحديد الخام، غادي يولي خصها تصرف عليه أكثر ما تربح. يعني الربح من هذا المنجم باختصار قليل بزاف مقارنة بالتكلفة للاستخراج ديالو. ايوا ملي هادشي ما منه والو، علاش الجزائر خسرت عليه أكثر من 300 مليون دولار؟ غنقول لك ان الجزائر ليس غرض ديالها الربح، ولكن غرضها هو تفقس المغرب وتبين باللي المغرب ما قادش على الصراع مع الجزائر ويعارضها على هذا المشروع. والجزائر من بعد قرار الامم المتحده حول الصحراء المغربيه عرفت ان الصحراء المغربيه مشات، وان المغرب تفوق عليها داخليا بجذب استثمارات ونمو اقتصادي وبنيه تحتيه كبيره، وتفوق عليها كذلك خارجيا بتنوع العلاقات الخارجيه وتفوق دبلوماسيا. والجزائر ولات كتقلب على تشتيت تركيز وتوجه المغرب وجلب المغرب إلى صراع آخر، لأن الصراع المغرب مع الجزائر حول غرج بلاد سوف يشتت تركيز المغرب حول الصحراء المغربي وكذلك في النمو الدبلوماسي والخارجي. فغرض الجزائر من غرج بلاد هو جر المغرب إلى صراع دبلوماسي مع الجزائر فقط، ماشي الغرض ديالو هو الربح. لكن ما محل المغرب من الإعراب فهادشي كامل؟ فالمغرب قال لهم ما كتعرفوا والو، وبلي داك الجام فاش قريته هو اللي بناه. والمغرب عارف ان غرج بلاد ما منه والو، وعارف ان غرض الجزائر هو جر المغرب للصراع معاه، وعارف ان الجزائر هي ذلك الشخص اللي فاش كتخدمو كتنجح ما كيحملكش وما كيحملش راسو، وكيولي عوض ما يخدم حتى هو وينجح كيكون مستعد ليخسر كاع اللي عنده باش يطيحك وترجع معاه للزيرو. هاد النوع هو اللي كيقولوا عليه ما يربح ما يخلي اللي يربح.
والمغرب كيرد عليهم بالمشروع الصحيح، مشروع ميناء الداخلة ومشروع الناظور اللي عطى الملك محمد السادس نهار 29 يناير انطلاقه ديالو، وغادي نهضروا عليه في الفيديو الجاي. غير ما تنساش دير اشتراك للقناة باش يطلعوا لك الفيديوهات الجاية. فالمغرب غادي كيسد على الجزائر كل الطرق التجارية، فمن خلال ميناء الداخلة غادي يجرع عنده دول الساحل، وغادي يخلي التصدير من الجزائر لهاد الدول منعدم. وثانيا استيراد الدول الافريقيه من اوروبا غادي يولي عن طريق ميناء الناظور وطنجه. يعني الجزائر غتبقى منعزله دوليا، خصوصا مع مشاركه المغرب في تاسيس مجلس السلام مع الرئيس الامريكي. غيحول من خلالها جر الجزائر بزز منها الى طاوله المفاوضات مع المغرب، ومن خلالها غادي يقترح المغرب اتفاقيه خارج بلاد، وغادي يطلب النص من الربح ديالو من هذا المنجم. وهكذا غادي يخلي الجزائر تهز اكبر قلب في تاريخها، وكل شيء غادي يقول له مستحيل يطرى هادشي. وانا كنأكد لك ان هادشي غادي يطرى، وحتى واحد ما غادي يسيق ليه الخبار، وحتى الا ما بغاتش غادي يضغط عليها الرئيس الامريكي اقتصاديا، وغادي يعزلها دوليا. حتى واحد ما غادي يبقى يشري منها هاد الحديث، لان امريكا مستحيل تخلي الصراع في شمال افريقيا وبالخصوص في الصحراء المغربيه، لان غادي تستثمر الملايير ديال الدولارات وصعيب تستثمر وتحط فلوسها، والمشاكل باقي ما تحلاتش. وهادشي كيبين ان الجزائر في كل الحالات هي الخاص الاكبر، وما حدا باقي كدير العصا في الرويضه للمغرب، فما عمرها غتطلع لفوق وما عمرها غتوصل للنجاح ديالها. وما تنساش تشتركوا في القناه الى فيديو اخر اللي هو ميناء الناظور، غتعرفوا فيه واحد السر اللي صعيب تلقاه في شي قناه اخرى.